اهم حاجه نتوما شوفوا معايا، شوفوا لا تكستور ديالها شا رطبه بزاف. غادي ندوز باش نقسمها. بسم الله. هانتو سلام. واليوم غادي نخدموا مع بعضياتنا واحد لاغوسيت ديال قريشلات اولا كريسات كما كتسميوهم، كيجيو هشاش وبنان. يلا باش نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها الدقيق. غادي نزيد الخميره ديال العجين، السكر، حبه حلاوه، الجنجلان. انا هنايا غير ما لقيتش الجنجلان العادي اولا الجنجلان البيض، لقيت غير الجنجلان الكحل، داكشي علاش خدمت به. نتوما خدموا باي واحد بغيتو. الملحه، بيضه، زيت المائده، الماء ديال الزهر. غادي نلونسيو العجينه باش تعجن، ونبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى تجمع. غادي نزيد الماء دافي بشويه بشويه، القدر ديال الماء ما عندناش فيه عبار، نبقى كنزيدو حتى تجمع العجينه. العجينه ما خصهاش تكون رطبه بزاف كما ما خصهاش تكون قاصحه، مجموعه بزاف. هانتوما كما كيبان لكم، شفتوا العجينه كيفاش كتكون دايره بحال هكا. دابا غادي ندوز باش نجمعها ونعاود نحطها باش ترتاح لمده ديال نص ساعه. حطيت العجينه فوق من سطح العمل، غادي غير نجمعها بحال هكا. نرش شيشه الدقيق هكا فات سالاتي. غادي نحطها هنايا، غادي نغطيها بالسلوفه ونخليها ترتاح لمده ديال 30 دقيقه ونعاود نرجع لكم. من بعد ما دوزات العجينه نص ساعه وخمرات، غادي نحطها باش نكورها. نديغازيوها، نخرجوا منها لي غاز اللي فيها. غادي نعبرو كويرات ديال 100 غرام باش يجينا تقاده وحده. هكذا. واللي ما عندوش الميزان يقدر يستغنى كاع على انه يعبرها. عندك ميزان كيساعد، واخا يكونوا الكويرات مفارقين ما كيهمش. باش نكور الكويرات، اللي ما كتكورش ليها الكويره مزيان تبع غير هاد الطريقه وراه غادي تبدا تجمع لك بحال هكا. كنجمعو ديك التكميشه من الفوق، كنديرها بحال هكا. هاي، وبنفس الطريقه حتى نسالي الكرات كاملين. الوغ حطينا كورنا الكريسات ديالنا، غادي نخلي نباعد بيناتهم حقاش كل وحده كتزيد تقريبا واحد 3 سنتيم. غادي نخليوهم يخمروا على قد ما خمرتهم، على قد ما لو ريزولطا كيكون مزيان. غادي نخليوهم يخمروا واحد ساعه ونص، عاد غادي ندوز باش نطيبهم. خديت هنايا بيضه، ملي خلينا بيان سور الكريسات ديالنا خمروا مزيان، غادي ندوزو باش ندهنوهم باش ندخلوهم يطيبوا. بيضه
دزت عليها لاغومب فاني. دابا غادي نحركها مزيان، غادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق كبار ديال لا كريم فريش. غادي نجيب الكريسات ديالي دابا اللي خمروا باش ندهنهم. غادي نبدا كندهن، غندهن من التحت للفوق بحال هكا. من التحت للفوق. هنايا غادي ندوز باش ندير الشيشه ديال الجنجلان من الفوق. كما قلت لكم راه غير لحقاش ما لقيتش الجنجلان الصفر اولا الابيض، داكشي علاش خدمت به كحل. نتوما ماشي بالضروره تقدروا ديروا اي جنجلان من الفوق بغيتو هكا. دابا شعلنا الفران على 180 درجه ديال الحراره. غادي ندخلهم باش يطيبوا لمده ديال 12 دقيقه. هنايا درت هذا القدر ودرت فيه الماء سخون. كما قلنا الفران مشعول على 180 ولا كويسون ديالهم 12 دقيقه. كي خرجتهم من الفران راه باقي سخان، خديت السيرو ورشيتهم، راه هو اللي غادي يعطيهم هذاك لا بريليانس اللي كتكون فيهم، وكتخليهم من الفوق ديك القشره الفوق ما كتكونش قاصحه، كتكون رطبه وما كتشققش لينا ملي كنتكيو عليها بحال هكا. غنتسناو باش يبردوا باش ندوزو نشوفهم كيفاش دايرين. غادي نشوفوها من الداخل كيفاش دايره بعدا بلاتي. اول حاجه نوريكم اهم حاجه، نتوما شوفوا معايا، شوفوا لا تكستور ديالها شا رطبه بزاف. غادي ندوز باش نقسمها. بسم الله. هانتوما اش كي دايره فريمون رطبه ومفشفشه. سي اون تري بون غوسيت. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، وصفه ديال القريشلات. كنتمناها تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر جيم، ابوني، بارطاج، وخليونا واحد الكومونتير. باي.